السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فطير مشلتت. انا هحط حوالي ربع معلقه، ربع ايه، حبه صغننين ملح، على نص كوبايه ميه من نفس معيار، او كوبايه الا ربع ميه من نفس معيار الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق، والدقيق ده كوبايتين. هنعمل بيه فطيره. هنعجن دلوقتي الفطيره، هسقسقها بميه. هعملها على البوتاجاز من فوق، مش هعملها في فرن ولا في حاجة. اهي حطيت الكوباية الا ربع مية كلها اهي، وهعجن الفطيرة. هعجنها واجيلكوا تاني. اتلمت شوية الفطيرة، فهحط بس حوالي، همسحها كده بالزيت اهي، وهسيبها حوالي نص ساعة او ساعة تريح عشان تفرد معايا بسهولة اهي. بس هتتلم خالص من ايدي اهي. اهي اهي، لمت من ايدي اهي. اهي اهي، وهسيبها تريح شوية. انا هحط حبة زيت اهي على الرخامة، وادي العجينة اهي. بصوا بقت في ايدي ازاي، باخد منها حتة كده، افتحها وهفردها. ما بيهمكيش اتقطعت اتقطعت عادي، هي فطيرة احنا بنفردها كلها عشان احنا هنعمل مجموعة فطيرة في قلب بعضيها، يعني مش فارقة حتى لو اتقطعت. هي اول واحدة هتتقطع كده عشان حسب الراحة بتاعتها كده اهي. ما تخافيش تتقطع، مش فارقة اهي. بس المهم تبقى رقيقة وحروفها رقيقة كده، وهنفردها بزيت عشان نفردها بحاجة يعني، وبعد كده نحط لها السمنة البلدي اهي. اهي 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 كده اهي. هاخد واحدة تانية خلصها، وبعد كده اوريكم نعمل فيها ايه. التانية اهي فردتها. كل ما بترتاح كل ما بتفرد احلى اهي.
حته سمنه بلدي. اهي كده كده. انا هخلص كل ايه الفطيره بالمنظر ده. فردت اهو الفطيره التانيه اهو، هحطها اهو حته سمنه بلدي اهي اهو، عاملاها كده 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 اهو، واحطها في الصينيه. هعمل اخر واحده، اخر فطيره دي اهو، هنختم فيها الفطير ان شاء الله تبقى زي الفل. اهي بصوا، هي ما تكونش انها تتقطع. بص اول واحده مش زي اخر واحده ازاي، لان كل العجين ما بيريح وايدك بتشتغل فيه بيبقى كويس. اهي بصي زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، ورقيقه اهي وحروفها رقيقه اهي. واقوم جايبه دي كده ونحطها كده، نحط السمنه بلدي كده 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 كده. احلى فطيره هتاكليها ان شاء الله. اهي 10 دقايق تطلع فطيره مشلتته مورقه، وعلى البوتاجاز من فوق مش في الفرن. الفرن بينشفها لان ده بيبقى عايز فرن حطب، اللي هو الفرن المقفوله. انما دي الفطيره مشلتته هتبقى تحفه. بسم الله ما شاء الله، وهتبقى مورقه وحلوه ان شاء الله. ان شاء الله يحصل ختامها بعد السوا. ادي الفطيره على البوتاجاز اهي، مولعه على البوتاجاز، وباذن الله هتبقى جميله وهتبقى حلوه باذن الله. هتبقى حلوه ومرقه وهتبقى حلوه قوي 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 ان شاء الله. شوفوا تسويتها، بصوا بصوا بتغلي ازاي. بصوا هنقلبها اهي، بصوا مش لازقه ازاي. بصوا 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 هقلبها ازاي. بصوا الفطيره طالعه جميله ازاي بالهنا والشفا. على فكره انا ولادي بيحبوها كده مقرمشه، انا بحمصها لهم شويه مش بطلعها. انا بخليها ناشفه شويه، بس هي مش ناشفه، هي طريه، بس هما بيحبوا الرق الناشف ده بياكلوه مقرمش. شفتوا اديني قلبت الوش التاني حلو اهو، بس هديها تسويه من تحت شويه كده وبعد كده اقلبها برضو على الوش ده. انا عملت واحده تاني بس هعملها دي بالقرفه اهو، بس مش كل الكميه، انا كنت عجنه تاني وايدي مطرح ما قلبت. انا عجنه تاني يعني، انا عجنه حوالي كيلو الا ربع دقيق. طلع لي الكميه دي، واحده كبيره والصغيره دي اللي انا هعملها بالقرفه. هخلصها، احنا فردناها اهي، احط دي كده عليها وافردها رخرة كده
نديها رشة قرفة جميلة كده. وسكر. بس هقفلها كده 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 كده. احط لها بقى حتة السمنة البلدي. اغسل. دي مقطعة بالقرفة. يلا بالهنا والشفا. الصينية التانية هنحطها. بص الفطيرة ام قرفة طلعت جميلة ازاي. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ موطية عليها خالص وما استعجلتش عليها وما عليتش عشان ما تطلعش محمرة زي التانية، فموطية عليها وطالعة زي الفل بالهنا والشفا. ايه رأيكم في المشلتت؟ واحدة هتاكلوها بالجبنة او بالبتاع اهي. بصوا بصوا مورقة وجميلة ازاي. بصوا بصوا طعمها. بصوا قلت لكم لازم بيحبوها مقرمشة كده. بصوا جميلة ازاي. بصوا مرقة ازاي. بصوا والله جميلة. حلوة والشفا. حلوة اوي. تعالوا كلوا. تانية بالقرفة. بس والله العظيم التالتة دي تحفة. بصوا الطري. بصوا طرية وجميلة ازاي. بصوا احنا نحب المقرمش ده. بصوا بقى دي اوعى. بصوا الجمال. بصوا القرمشة. بصوا بصوا التسويق. بصوا بصوا بالقرفة. واو. الا بقى لو سقيتيها كوبايتين لبن ولا اجدع فطاطري. تحفة. تحفة بالهنا والشفا. ألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين.